مساء الخير. انا النهارده حبيت اشارككم الفيديو ده عشان الناس اللي حابه تخرج في العيد. هقولك تخرجي فين، تعالي هنا في المكان ده علشان هتحسي براحه نفسيه وسلام وبجد وسعاده. هنا دير أبونا سمعان الخراز القديس العظيم، اللي قام بقلع عينه بالمخراز منفذا بذلك وبشكل حرفي إحدى وصايا السيد المسيح التي يقول فيها: إن كانت عينيك اليمنى تعثرك فاقلعها وإلقها عنك، لأن خيرا لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. جد الدير ده تحفة زي ما قلت لكم، هو مساحته 1000 متر تقريبا. هو من الأماكن بصراحة الجميلة والأثرية اللي في ناس كتير ما تعلمش عنها. وكمان هو في المقطم القاهرة، في المقطم، وهو أحد وأهم وأعرق الآثار المصرية القديمة، فهو يمثل تحفة معمارية نادرة بجد لا مثيل لها، ومزار سياحيا يقصده المصريين والأجانب من مختلف دول العالم. يعني أنا شفت النهاردة جنسيات كتير قوي. وأبرز ما يميز دير القديس سمعان الخراز إن هو منحوت داخل صخور جبل المقطم، فهو يبدو كده إيه إن هو كجزء من الجبل، وكأنه شاهد على تاريخ وحضارة هذه المنطقة التي يقع بها عبر مئات السنين. بجد مساحته يعني مساحة كبيرة قوي، وكل ما تدخلي في مكان هيبهرك. يعني هو في قاعة كمان جوه، وكمان انا كمان الموبايل بتاعي كمان الكاميرا بتاعته مش جودتها عالية، فجايبة التصوير كمان مش حلو. بجد المكان ده تحفة، هتجيه هتقولي عايزة اجي هنا على طول. يعني بصوا انا كمان التصوير بتاعي زي ما انتم شايفين، بصوا منحوت كده، بصوا حاجة كده تحفة. شايفين؟ بجد هتنبهروا لو جيتوا المكان ده، هيعجبكم جدا. وزي ما قلتلك هتحسي فيه براحة وسلام والدير ده مفتوح لكل الناس، عشان تبقوا عارفين مفتوح لكل الناس، الناس كلها بتجيله